الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، احنا يعني في هذه الليلة المباركة يا جماعة، يعني هي قول من ضمن 14 قول ان احنا في ليلة الإسراء والمعراج دلوقتي. يعني طبعا انتوا عارفين الإسراء والمعراج 14 قول، يعني اختلف العلماء على الإسراء والمعراج هي اصلا في انهي سنة 7 ولا 8 ولا 10 ولا 11 ولا 12 ولا 13 مكية. وبعد كده اختلفوا على الشهر، هي في رجب ولا ربيع اول ولا شوال ولا رمضان ولا ذو القعدة. وبعد كده اختلفوا في اليوم، هي جمعة ولا سبت ولا اثنين. احنا عندنا 14 قول. يعني ممكن قول الامام النووي انها 27 ربيع اول، ولكن هو ما فيش ولا قول فيهم عليه دليل صريح صحيح. فبالتالي يعني القصة في العبرة مش في التاريخ. فسبحان الله. ولكن يعني احنا في ليلة من هذه الليالي اللي بتذكرنا بحدث عظيم وبأعظم رحلة في التاريخ. يعني مش النبي عصام راح القمر ولا المريخ، ولا دي رحلة لسدرة المنتهى. رحلة النبي بقى قاب قوسين او ادنى من حجاب النور، شاف حجاب النور وقال نور ان اراه في صحيح مسلم عليه الصلاة والسلام. سجد عند حجاب النور، دنا فتدلى. قول بعض المفسرين تدلى اي سجد شوقا الى الله سبحانه وتعالى. هو الانسان كل ما بيعلى كل ما بيزداد شوق ربنا، كل ما بيعرف ربنا كل ما بيزداد شوق ربنا. عشان كده النهارده عايزين نتعلم كلمه عليه الصلاه والسلام. ازاي الكلمه دي ممكن تغير حياتنا؟ انا النهارده بكلمكم اهلا وسهلا طلبه وطالبات برنامج ويعلمكم تحت اشراف دكتور احمد عبد المنعم، ربنا يحفظه ويبارك فيه ويبارك في القائمين على هذه الدوره، ويبارك في القائمين على موقع إنه القرآن بكل البرامج وبكل المعاهد والمبادرات التربوية اللي بتنبثق منه. ربنا يبارك فيكم ويسددكم يا رب. يعني إخواننا القائمين على هذه الدورة المباركة والبرنامج برنامج يعلمكم طلبوا مني محاضرة عن الدروس المستفادة من السيرة النبوية، الدروس العملية والقلبية. أنا بحب أوي كلمة العملية يا جماعة، يعني بحب الفكر العملي في الحياة. وخصوصا ان السيرة هي اعظم مدرسة في الدنيا كلها. السيرة دي مدرسة، السيرة دي بتخليك عايشة مع النبي عليه الصلاة والسلام. دراسة السيرة بتخليك وانت بتقول عليه الصلاة والسلام قاعد تفتكر بقى النبي وهو بيسجد عند حجاب النور عليه الصلاة والسلام، النبي وهو بيختار اللبن على الخمر عند سدرة المنتهى، النبي عليه الصلاة والسلام وهو قاعد مع سيدنا إبراهيم عند البيت المعمور، النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيفتتح أبواب السماوات وكل ما جبريل يقول أن معه محمد تقول الملائكة أو قد بعث عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيربط البراق عند مكان المسجد الأقصى لكي يدخل يصلي بالأنبياء ويصعد إلى السماء من عند المسجد الأقصى. كلها دلالات جبارة ودروس جبارة. السيرة النبوية يا جماعة كلها دروس. النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الغار والمشركين محيطين به ولو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه. النبي عليه الصلاة والسلام وهو وأبو بكر في طريق الهجرة والطلب أدركهم سراقة بن مالك بينه وبينهم قدر رمحين، يعني 50-60 متر، وهو جايب الفرس والسيف. والنبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر يعني عزل ما لا يوجد معه اي اسلحة. السيرة ثرية قوي. كل موقف من مواقف النبي عليه الصلاة والسلام مدرسة ممكن تغير حياتك. كل كلمة من كلمات النبي عليه الصلاة والسلام مدرسة ممكن تغير حياتك. عشان كده سر بطولة الصحابة، هم اسمهم أصلا الصحابة، يعني مش اسمهم التلاميذ ولا الطلبة. يعني سر بطولتهم إنهم صاحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، إنهم احتكوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده كل بطولات الصحابة انبثقت بعد حرف واحد في القرآن، محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين معه. لما صاحبوه بقوا معاه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. هو ايه البطولات دي كلها؟ البطولات دي كلها بعد كلمه معه، بعد ما بقوا معاه، بعد ما احتكوا بالنبي عليه الصلاه والسلام. عشان كده الصحابه كلوا ورق الشجر في سريه الخبط. منين؟ لما شافوا النبي كل ورق الشجر في شعب ابي طالب. الصحابه رضوان الله عليهم، سيدنا حرام بن ملحان وهو في جوله دعويه وبيتكلم عن ربنا، المشركين طعنوه قتلوه، قعد ياخد الدم
ينثره على جسده يتزين للقاء الله بدمه، وما بصش وراه مين اللي قتله. ده اصلا بيهتم بالنبي عليه الصلاه والسلام في عام الحزن لما عقبه بن ابي معيط خنقه والنبي اصلا بيصلي، النبي عليه الصلاه والسلام اغمى عليه، قام فاق قال الله اكبر وكمل صلاه، ما بصش مين اللي قتله، مين اللي حاول يقتله، مين اللي خنقه. كل بطولات الصحابه هي بسبب احتكاكهم بالنبي عليه الصلاه والسلام. فده اول درس عملي نتعلمه يا جماعه من سيره النبي عليه الصلاه والسلام، ان اصلا انت بتعلي على قدر الاحتكاكات اللي انت بتحتكيها. يا ابني احنا ربنا سبحانه وتعالى جعل اهم سبب ان في يوم من الايام ربنا استعملنا في الدعوه الاحتكاكات اللي احنا احتكناها في بيئات دعويه قويه زي التبليغ والدعوه، في بيئات تربويه قويه زي الشيخ محمد يعقوب المدرسه الربانيه، الشيخ اسامه حامد ربنا يحفظه ويبارك فيه، في بيئات تعبديه قويه الشيخ اسامه عبد العظيم الله يرحمه، في بيئات دعويه قويه، في بيئات علميه قويه زي عند شيخنا الشيخ مصطفى العدوي الله يحفظه ويبارك فيه. انا عايز اقول لكم ان الاحتكاكات هي اللي هتعليكم، لازم تحتكوا بالنماذج العاليه، ولازم تصنعوا البيت اللي انتوا عايزين تعيشوا فيه، لازم تصنعوا الواقع، مش يبقى كل علاقتكم بالدين انكم بتسمعوا وخلاص لا، لازم يبقى فيه احتكاكات عمليه. الصحابه لما اتصلوا بالنبي عليه الصلاه والسلام ربنا رفعهم هذه الرفعة كلها. فده أول درس من ضمن الدروس العملية المستفادة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن سيرة النبي دي أعظم مدرسة في الدنيا. تحمل المسؤولية يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الشخصيات في الدنيا كلها اللي كان عنده تحمل المسؤولية. النبي عليه الصلاة والسلام كان شعار حياته من قبل البعثة من هو طفل لن أعيش في جلباب أعمامي. أعمام النبي عليه الصلاة والسلام زي أبو لهب كان قلبهم يعني بيتمزق من الشفقة على النبي وحب النبي عليه الصلاة والسلام. أبو لهب كان بيحب النبي عليه الصلاة والسلام لدرجة إن لما ثويبة بشرت أبو لهب إن النبي ولد، إن آمنة بنت وهب ولدت النبي عليه الصلاة والسلام، أعتقها من كتر ليه؟ لأن كان قلبهم كلهم يعني متمزق من الحزن على النبي. أبوه مات وأمه حامل فيه، وبعد كده أمه ماتت بقى كمان وهو طفل. فكان أعمام النبي عليه الصلاة والسلام كانوا عايزين يعملوا له أي حاجة، وأعمام النبي كانوا تجار أغنياء جدا جدا جدا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بس يقول لأبو لهب أنا عايز بس شغلانة، وكان يمسكه تجارة، لا هو محتاج لخديجة ولا النبي عليه الصلاة والسلام محتاج لأي حاجة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رفع شعار لن أعيش في جلباب أعمامي. كان إنسان عنده مسؤولية من وانت عنده 7 سنين كان بيجيب فلوس، كان بيشتغل راعي غنم ويجيب فلوس، وهو عنده 11 سنة عليه الصلاة والسلام طلع في رحلة الشتاء والصيف، وهو عنده 15 سنة كان له دور وحراك مجتمعي ومبادرة وقيادة مجتمعية واشترك في حلف ابن جدعان. وما بين 15 سنة و25 سنة سافر، كان بيسافر ويجيب، كان بيتاجر في الهدوم عليه الصلاة والسلام زي أبو بكر الصديق وزي بعض كبار الصحابة، كان بيتاجر في الملابس عليه الصلاة والسلام، وكان بيسافر ويبيع في الأسواق. وحكيم بن حزام اشترى منه صفقة ملابس باعها فورا، وده السبب ان السيدة خديجة بعتت للنبي عليه الصلاة والسلام عشان يشاركها في التجارة، بس بيسموه شريك مرفوع، يعني ما يبقاش مالك للشركة ولكن هو شريك بالمناصفة في الربح. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش فقير يا جماعة، والنبي كان قبل السيدة خديجة شريك للسائب بن ابي السائب. بعد فتح مكة لما قابل السائب واسلم السائب بن ابي السائب، النبي عليه الصلاة والسلام قال له مرحبا بشريكي كان لا يداري ولا يماري. النبي عليه السلام شخصية قوية جدا، شخصية عندها تحمل مسؤولية، شخصية صانعة للحياة. احنا قاعدين يعني يعني اهل او المؤتمين بالسلف، يعني الان كثير من الشباب والفتيات والرجال والنساء اللي عايزين يعني يمشوا في المنهج السلفي ويستضيئوا بنور فهم القرون الثلاثة الاولى للقرآن والسنة، وما يمشوش غير ورا الدليل الصريح الصحيح. للاسف يعني كثير منهم هو عايز يبقى حارس حدوده بس، مش عايز يبقى صانع حياة، يعني عايز بس ياخد باله من البدع، ياخد باله من الاحكام الفقهيه اللي فيها تسيب، اللي يعني عايز ينبه الناس على الاخطاء اللي بعض الناس بيعملها، انما هو مش عايز يصنع حياه. يا جماعه احنا رساله عمرنا ان كتب مشايخنا ودروس مشايخنا نحولها احنا الواقع بقى، نبني بيئات ايمان ونشتغل في التربيه وننزل في الدعوه في القهاوي والشوارع وكل مكان، ونعيش عشان ربنا ونصنع حياه بحق وحقيقي ونقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام. يعني اتباع النبي عليه الصلاه والسلام ليس اتباع فقط في الصوره، وانما اتباع يعني مش بس انا التحيت، لا انا لبست حجاب امهات المؤمنين اقتداء بزوجات النبي عليه الصلاه والسلام، مش بس اقتداء بالصوره وانما اتباع في الصوره والسيره والسريره.
يبقى لازم فعلا يبقى اتباع شامل للنبي عليه الصلاه والسلام. من ضمن الدروس العمليه اللي بنستفيدها من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام انك انت لازم تضع بصمتك في حياة من حولك، الإيجابية يا جماعة، الإيجابية في حياة اللي حواليك، في دينك ودنيتك. لازم النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش حد قرب منه إلا والنبي كان له بصمة في حياته. سيدنا جابر ابن عبد الله، أبوه عبد الله ابن حرام اتقتل، استشهد في أحد، وساب 9 بنات وساب ديون كتير جدا، وجابر ابن عبد الله هو الولد الوحيد، وهو اللي على انه يجوز بناته اخواته ال9، ولسه شاب عايز يتجوز ويكون نفسه ومستقبله وعايز يسد الديون بتاعت ابوه. كان راجل وشهم، النبي عليه الصلاه والسلام وقف معاه عليه الصلاه والسلام، واشترى الجمل بتاعه، كان جمل يعني جمل مريض ما بيمشيش اصلا، والنبي عليه الصلاه والسلام اعطاه ثمنه وبعد كده اداله الجمل هديه عليه الصلاه والسلام. والنبي راح معاه للديانه وهم واقفين له بقى يوم الحصاد بقى وانزال التمر من على النخيل، النبي عليه الصلاه والسلام راح معاه عليه الصلاه والسلام عشان هو اللي يؤدي الديون معاه. النبي عليه الصلاه والسلام فضل سنده سنين لحد ما ادى ديون جابر بن عبد الله. النبي عليه الصلاه والسلام له بصمه في حياه اللي حواليه. يا اخوانا احنا الاخوه عندنا اخوه نظريه، جزاك الله خيرا يا اخي، جزاك الله خيرا يا اختي، وفي الاخر ودن من طين ودن من عجين. ما احناش ايجابيين في حياه بعض. المفروض اي حد مننا يحصل له ازمه، اي واحده من اخواتك يحصل لها ازمه او مشكله او فرح او حزن، نسال الله العفو والعافيه، او اي حد من اخوانك، على طول تعمل جروب واتس وتشوف 5 6 من الايجابيين واللي ممكن يساعدوه، وتقول لهم يا جماعه لازم نساعد اخونا او لازم نساعد اختنا. يا جماعه ربنا قال ولا يحض على طعام المسكين، ما قالش ولا يطعم المسكين. لا، انا ممكن معيش فلوس اطعم مسكين، بس انا اقدر الوقت اقول لحد عنده فلوس يطعم 1000 مسكين وكله في ميزاني. ولا يحض، شفتوا الكلمه الايجابيه، قمه الايجابيه. النبي عليه الصلاه والسلام كان شخصيه ايجابيه. يا اخوانا من الذين يختارهم الله؟ من ضمن الدروس العمليه من السيره، من الذين يختارهم الله؟ ربنا بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام يا ايها المدثر، يا المدثر. الدثور دي اللي هي لبس الفخم، اللي هي القميص اللي ب 2000 جنيه، البلوفر اللي ب 2000 3000 جنيه. يعني الصحابه في المدينه قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور. انا بتكلم عن الحبيب عليه الصلاه والسلام، انت ما بتبطليش كلمه عليه الصلاه والسلام، انت ما بتبطلش كلمه عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام. انا سعيد وفرحان وانا بتكلم عن الرسول عليه الصلاه والسلام، لان ربنا معودني ان انا كل ما بتكلم عن الحبيب عليه الصلاه والسلام كل ما ربنا بيكرمني. والله يا جماعه كلمه عمر بن الخطاب للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله وهل رفعني الله الا بك وهل هداني الله الا بك. يا جماعه السيره النبويه اللي عايز ربنا يرفعه يدرس سيره النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام هي سر رفعه الامه ورفعتنا ورفعه الايمان في قلوبنا، ان احنا نتصل بحبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام. فربنا بيقول للنبي في اول البعثه يا ايها المدثر، دي تاني مره نزل فيها القران على النبي عليه الصلاه والسلام. يعني ايه المدثر؟ الدثور. الصحابه لما الفقراء راحوا للنبي في المدينه قالوا له يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور. اهل الدثور اهل اللبس الفخم الفاخر اللي هو الاغنياء، يعني الاغنياء، الناس عليه القوم، فدي الدثور. فربنا بيقول للنبي يا ايها المدثر. النبي كان لبسه فخم، النبي عليه الصلاه والسلام يا اخوانا كان غني جدا. الناس فاكره النبي كان فقير، كان شغال عند خديجه، وهو النبي قاعد يصرف منين بقى في مكه؟ يبقى خديجه اللي كانت بتصرف عليه. يا اخوانا النبي عليه الصلاه والسلام كان غني جدا وكان راجل اعمال ناجح جدا، والسيده خديجه اصلا لم تطلب ان النبي عليه الصلاه والسلام يتزوجها، او اصلا لم تطلب ان النبي عليه الصلاه والسلام يمسك لها تجارتها العالميه في رحله الشتاء والصيف، الا بسبب فرط نجاح النبي عليه الصلاه والسلام في التجاره. كان تاجر شاطر على فكره يا اخوانا. هو دايما رجال الاعمال الكبار بيعملوا كده، يدوروا على رجال الاعمال الصغيرين الناجحين ويقولوا لهم ايه رايكم تيجوا معانا، والصفقات اللي هتعملوها لنا يبقى لكم نسبه ربح كبيره جدا مقابل ان انتوا تشتغلوا معانا. ده يعني رجال الاعمال الكبار بيعملوا كده على طول اصلا. فالسيده خديجه اللي عملته مع النبي اصلا هو كده. النبي كان راجل اعمال ناجح جدا عليه الصلاه والسلام، ولكن شاب مكافح، يعني شاب مكافح ما اعتمدش على اعمامه، بدأ من الصفر عليه الصلاة والسلام. شخصية عظيمة، شخصية ملهمة عليه الصلاة والسلام. ليه ربنا اختار النبي؟ يا ايها المدثر، انسان ناجح، انسان لابس الدثور، انسان نجم مجتمعي،
انسان متحمل المسؤوليه. من الذين يختارهم الله؟ انت عايز ربنا يختارك في الدعوه الى الله ليه؟ انت عايز ربنا يختارك في الدعوه الى الله ليه؟ عشان بس مشاعرك الايمانيه؟ عشان عندك مشاعر ايمانيه وبتحب الدين؟ طب ما كل الناس بتحب الدين، اشمعنى ربنا يختارك؟ لازم تبقى ناجح. ربنا بيختار الشخصيات الناجحه، ربنا مش بيختار بس اهل علو الايمان، وبيختار الشخصيات الناضجه، وبيختار العقليات الناضجه، وبيختار النفسيات الطاهره، وبيختار الشخصيات العمليه والايجابيه واللي عندها تحمل مسؤوليه واللي عندها روح مبادره. نتعلم من اختيار ربنا للنبي عليه الصلاه والسلام ان ربنا بيختار مين. لازم تبقى ناجح، ما ينفعش يبقى عندك شذوذ دنيوي، ما ينفعش تبقى متدينه وبتسقط في كليتك، ما ينفعش تبقى بتقول انك متدين وانت قدوه سيئه في البيت، لا انت بتوصل رحمك ولا انت راجل في الازمات بتاعت عيلتك، عمك مرض ما وقفتش معاه، خالتك تعبت ما نزلتش تجري معاها وتوديها المستشفى ولا الدكتور، انت ما انتش ايجابي اصلا، انت ما انتش قدوه. انت النبي عليه الصلاه والسلام يا اخوانا كان في قمه القياده المجتمعيه قبل البعثه، لدرجه ان السيده خديجه بتقول له في اول يوم في البعثه، بتقول له والله لن يخزيك الله ابدا، انك لا تطعم المسكين، ده مشروع خيري، وتحمل الكل، ده مشروع خيري تاني، وتكسب المعدوم، توظيف الشباب، ده مشروع ثالث، وتعين على نوائب الحق، راجل في الازمات والنوازل وشهم، ده مشروع رابع، وتقر الضيف، يعني بتجيب كل اللي في بيتك وتقدمه للضيوف، ده مشروع خامس، وتصل الرحم، ده مشروع سادس. النبي عليه الصلاه والسلام كان شخصيه نجم مجتمعي. ربنا بيختار مين وربنا بيصطفي مين. احنا هنا من ضمن الصفات العمليه عند النبي عليه الصلاه والسلام او الدروس العمليه من السيره الايجابيه في الدين والدنيا. يعني ام ايمن، واحنا اتكلمنا دلوقتي عن جابر بن عبد الله وديونه، والنبي وقف معاه ازاي في سداد ديونه، وقف مع سلمان الفارسي ازاي لحد ما اعتق من الاستعباد. ان بركه ام ايمن اللي هي حاضنه النبي عليه الصلاه والسلام، اللي يروى ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول لها امي بعد امي، يعني دي كانت من امهات النبي عليه الصلاه والسلام. ام ايمن دي يا جماعه اصلا اسمها بركه، وهي حبشيه، فهي اسمها الحقيقي بركه الحبشيه، خلاص. وكانت امراه سوداء ومفيش يعني هي ما كانتش جميله خالص، وكبرت، والنبي عليه الصلاه والسلام كبر. النبي عليه الصلاه والسلام كان مشغول ان هو يجوزها. طب انا مالي؟ يعني انا موجود في بيئه الايمان او في المسجد، وفي اخت مثلا يعني مثلا ما اتجوزتش لسه، يعني احنا مالنا؟ لا، احنا لازم نشيل هم بعض. النبي عليه الصلاه والسلام كان له بصمه في حياه اي حد بيقرب منه. النبي عليه الصلاه والسلام يعني سعى في زواجها لحد ما تزوجت واحد من يثرب وسافرت معاه يثرب ومات. لما مات رجعت للنبي عليه الصلاه والسلام مكه. النبي عليه الصلاه والسلام يعني قال للصحابه من يتزوج امرأة من أهل الجنة، أو كما روي يعني في بعض الروايات إن النبي عليه الصلاة والسلام رغب الصحابة في الزواج منها بالجنة، لدرجة إن زيد بن حارثة، وده كان حب النبي عليه الصلاة والسلام، زيد بن حارثة ده كان شاب شامي أبيض جميل جدا اتجوزها. وبركة الحبشية ده أم أيمن اللي خلفت له أسامة بن زيد، وأسامة بن زيد طلع أسود اللون، عشان كده كان زيد بن حارثة طول حياته حزين يعني وعايز يطمن إن فعلا أسامة يعني ايه بينتمي اليه، لان كان اسامه اسود لامه، وزيد بن حارثه كان شاب شامي جميل جدا. امال اتجوزها ليه؟ عشان الجنه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام فضل يسعى في جوازها لحد ما جوزها عليه الصلاه والسلام. وخلفت مين؟ ده ام ايمن دي خلفت ايمن ده اللي استشهد مع النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه حنين، وخلفت اسامه بن زيد اول فتح اسلامي اللي هو بعث اسامه اللي النبي طلعه لفتح فلسطين قبل ما يموت بايام عليه الصلاه والسلام. يعني خلفت ابطال. النبي عليه الصلاه والسلام وقف مع كل اللي حواليه. زيد بن ثابت ده لما النبي عليه الصلاه والسلام دخل المدينه اصلا يا جماعه، زيد بن ثابت عالم القراءات، زيد بن ثابت مترجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد بن ثابت اللي اتعلم العبريه في 15 يوم. زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه لما النبي عليه الصلاه والسلام دخل المدينه كان غلام امي لا يقرا ولا يكتب. الله، هو ده مترجم النبي عليه الصلاه والسلام؟ امال اتعلم القراءه والكتابه امتى اصلا؟ اتعلمهم من اسرى بدر علموه القراءه والكتابه بامر النبي عليه الصلاه والسلام. وبعد كده اتعلم 6 لغات، العلماء احصوا 6 لغات اتعلمهم زيد بن ثابت. النبي عليه الصلاه والسلام حول واحد امي لعالم في اللغات والترجمه، يعني وداعيه باللغات والترجمه. النبي عليه الصلاه والسلام كان له بصمه في حياه كل حد، ومش بس في الدنيا.
والثغور الدعويه وفي الدين يا جماعه والايمان. ربنا سبحانه وتعالى يقول وتوكل على العزيز الرحيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله العزيز الرحيم ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمد عليه الصلاه والسلام. ربنا بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وانت لسه بقى في نص الليل كده بعد يوم مليء بالدعوه الى الله، قايم بقى في نصف الليل عشان تصلي قيام ليل وتروح دار الارقم، وتقلبك في الساجدين. العلماء قالوا يعني ايه تقلبك في الساجدين؟ قالوا النبي عليه الصلاه والسلام ربنا بيقول للنبي انا معاك في اللحظه اللي انت واقف وسط الصحابه في دار الارقم بتقوم الليل وسطهم وبتتعهدهم، والنبي بيمارس التربيه وبيشجع الصحابه على قيام الليل. كل الناس في بيتها نايمه مرتاحه والنبي قايم في عز البرد وفي عز اي ظروف ورايح. بل بعض المفسرين قالوا ده الايه دي نازله في وصف النبي عليه الصلاه والسلام لما نسخ فرضيه قيام الليل، فالنبي ما كانش بيطمن على الصحابه اللي ما بيجوش دار الارقم انهم بيقوموا الليل، فبدا في منتصف الليل يلف على بيوتهم يسمعهم هم بيقوموا الليل ولا ما بيقوموش الليل، فنزل قول الله وتقلبك في الساجدين. وانت قاعد بقى تدور على الساجدين ده بيسجد في الثلث الاخير من الليل ولا لا، وقاعد تربي الصحابه في الثلث الاخير من الليل. ربنا نزل ايه في ايجابيه النبي عليه الصلاه والسلام وشهامه النبي عليه الصلاه والسلام مع دين الصحابه وتربيه الصحابه. يا بخت المربين عند الله، يا بخت المجتهدين في التربيه عند الله. ضع بصمتك في حياه من حولك، ده درس من دروس السيره. ما تبقيش شخصيه سلبيه، خليك ايجابيه. لما تشوف حد من اخوانك في ازمه في مشكله خليك ايجابي. يا اخوانا في عبادتين هم سلف ودين، عباده الاخوه العمليه وعباده بيئه الايمان. الاخوه اول ما حد من اخواننا يحصل له ازمه في الدنيا، هي فين الاخوه؟ ما فيش حد عنده اخوه. حبيبي هو انت عندك اخوه؟ هو انت وقفت مع مين في ظروفه الاجتماعيه عشان يقفوا معاك في ظروفك الاجتماعيه؟ يا جماعه دي سلف ودين. اللي بيحصل معاك في ظروفك الاجتماعية هو محصلة إيجابيتك مع الناس في ظروفهم الاجتماعية. والعبادة التانية بيئة الإيمان. أول ما الأخ يقع دينيا بقى مش يقع دنيويا، هي فين بيئة الإيمان؟ يا حبيبي ما هو أنت خربتها، ما هو أنت بكسلك وتوانيك خربتها ووقعتها. جيت تقع دينيا بقى جيت تقول فين بيئة الإيمان؟ ما هي سلف ودين. بيئة الإيمان هتقوم لما كلنا نشارك في إقامتها، نبقى بجد مرتبطين ببعض إيمانيا وبنشجع بعض، وكل واحد ملتزم وكل واحدة ملتزمة، عندهم شلة مجموعة فريق إيماني زي أصحاب الكهف كده، بيعبدوا ربنا مع بعض وبيشجعوا بعض وبيدخلوا المعاهد التربوية مع بعض. هو الدين بيقوم كده يا جماعة. إنما إن إحنا سلبيين ونظريين، الكلام ده مش هيقوم الدين في حياتنا ولا في الواقع. من ضمن الدروس العملية المستفادة من السيرة النبوية، احذر من ضغط الواقع واخرج من القطيع. يعني الغرب عملوا حاجات اسمها الحتميات، يعني مثلا ماركس عمل الحتمية الاقتصادية ان الفلوس اللي بتحرك الحياة، فرويد عمل الحتمية الجنسية ان الهرمونات الجنسية اللي بتحرك الحياة وهي سر حركة التاريخ، داروين عمل حتمية البقاء للأقوى، دوركايم عمل الحتمية الاجتماعية، حتمية القطيع. قال لك ان كل اللي بيفسر افعال الناس انه الناس زي القطيع، كله ماشي ورا القطيع وخلاص. فعشان كده دي كلمة حنيفا، بعثت بالحنيفية السمحة. يعني ايه حنيفا؟ الحنيف هو المائل. قال لا طب هو الميل ده فيه ميزة؟ الميل بيبقى فيه ميزة في حالة واحدة بس، امتى؟ لما تكون بتميل عن القطيع، بتخرج من القطيع، بتميل عن الميل. يبقى يعني ايه حنيفا؟ اي يرفض ضغط الواقع اذا كان الواقع غلط، يرفض ان ينصاع لنظرة الناس لو المجتمع غلط، يرفض ان يبتعد عن الدين بسبب ضغط العرف، يرفض ان يمشي وراء القطيع. انسان عنده شخصية مش امعة في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام كان هكذا يا جماعة حتى من قبل البعثة. النبي اختيارات النبي عليه الصلاة والسلام في حياته يا جماعة اختيارات غريبة جدا. اختيارات النبي في الزواج، شاب عنده 25 سنة ورئيس مجلس إدارة شركة عالمية، يتجوز واحدة عندها 40 سنة ليه؟ يعني بعض الناس كده اصلها غنيه بقى وهتساعده. حبيبي النبي كان بريليانت، نجم مجتمعي عليه الصلاه والسلام. النبي يا جماعه قبل البعثه يعني شخصيه جباره. انا بفضل الله عامل سلسله كده اسمها الرجل الذي غير العالم، عن الصفات الشخصيه والنفسيه والعقليه العظيمه المذهله المبهره عند النبي عليه الصلاه والسلام، اللي هي الخامه بتاعت النبي بقى عليه الصلاه والسلام. مش ربنا بيقول قل كل يعمل على شاكلته،
الشكله بتاعتك دي اللي هي الخامه النفسيه، اللي هي البصمه الحقيقيه، اللي هي شخصيتك الحقيقيه اللي من جوه. انت بتشتغل على حسب انت من جوه ايه، صندوقك الاسود من جوه ايه، انت شخصيتك ونفسيتك وعقليتك شكلها ايه. فانت لازم تتصلح من جوه عشان تقدر تنطلق من بره. ما تعلقش مشاكلك على شماعة حد، انت عايزه تتغيري من جواكي. النبي عليه الصلاه والسلام من جواه بقى كانت شخصيه جباره، شخصيه عظيمه فعلا عليه الصلاه والسلام، شخصيه صانعه للحياه ومغيره للواقع وصانعه للدوله عليه الصلاه والسلام. فالنبي يعني مش ممكن شاب عنده 25 سنه يروح يتجوز واحده عندها 45 سنه متجوزه اتنين قبله. اتنين قبله. السيده خديجه وعندها 40 سنه كانت متجوزه اتنين قبل النبي، ومخلفه من ده ومخلفه من ده، مخلفه من ده اتنين ومخلفه من ده اتنين. يعني حتى كان عندها اتنين اولاد اسمهم هاله، هاله ولد من زوجها الاولاني وهاله بنت من زوجها الثاني. يعني انت السيده خديجه كانت يعني يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام عجبه شخصيتها فعلا، يعني مش عجبه فلوسها عليه الصلاه والسلام، ما كانش محتاج عليه الصلاه والسلام. ولو كان النبي عليه الصلاه والسلام بيقيم الناس بالفلوس كان راح وقف جنب عمه ابو لهب عشان الفلوس. النبي عليه الصلاه والسلام كانت شخصيه مستقله جدا عليه الصلاه والسلام، شخصيه عظيمه، شخصيه صانعه للحياه، شخصيه فعلا فعلا عنده نضج في الحياه عليه الصلاه والسلام. فاختياره انه يتزوج من السيده خديجه ان فعلا النبي قبل شخصيتها، قبل نضجها. السيده خديجه كانت شخصيه ناضجه جدا يا جماعه. السيده خديجه ما كانتش زي معظم زوجاتنا واخواتنا كده ومعظم البنات اللي في المجتمع، دي شخصيه واحده عملت شركه كبيره جدا، عملت شركة عالمية وكانت صاحبة شركة ليها تجارة في شمال الأرض وتجارة في جنوب الأرض، كانت تاجرة عظيمة جدا، ما كانتش شخصية عادية، شخصية كبيرة، شخصية حكيمة. أول ما النبي عليه الصلاة والسلام رجع لها من الغار كانت خدته وراحت لورقة بن نوفل وثبتته ومشاركة لجوزها. كان النبي يروح يعتكف عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء، كانت تروح تشوف غار جنبه وتقعد تتحنث فيه. سيدة خديجة مش شخصية عادية، شريكة حياة بحق وحي، وزيرة. يعني النبي لم يتخذ أبو بكر وزير إلا لما السيدة خديجة ماتت، فهي أول وزيرة في الإسلام رضي الله عنها وأرضاها. ففعلا النبي عليه الصلاة والسلام أعجبه هذه الشخصية عليه الصلاة والسلام. فاختيارات النبي تدل إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك فكر بره الصندوق. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيمشي ورا نظرة المجتمع، هو بيشوف الصح إيه بشكل ناضج عملي واقعي وبيعمله عليه الصلاة والسلام بكل قوة. وده يدخلنا تاني في درس تاني من الدروس المستفادة من السيرة النبوية، وهو درس أن الأيادي المرتعشة لا تصنع قصة نجاح. الايادي المرتعشه اللي ايديهم مرتعشه في الحياه وهم بياخدوا القرارات، دول ما بيقدروش يطلعوا لقدام ولا يطلعوا اللي وراهم لقدام ولا ياثروا في حياه اللي حواليهم. النبي عليه الصلاه والسلام كان عنده قدره جباره على اتخاذ القرار وعلى الاختيار السليم. عشان كده عند سدره المنتهى لما جبريل جاب له الخمر واللبن فاختار النبي عليه الصلاه والسلام اللبن، فقال جبريل لو اخترت الخمر لغوت امتك من بعدك. يعني ايه؟ يعني في اختيارات انت بتهيألك انها سهله، انما الاختيار لو اخترتيه غلط ممكن تفضلي تدفعي ثمنه عمرك كله، ممكن يبقى ثمنه تفضلي 10 سنين تصلحي فيه، ممكن يبقى ثمنه ينعكس على اخرتك. يعني الاختيارات الغلط يا جماعه خطر. عشان كده ربنا عمل حاجه اسمها صلاه الاستخاره، لان الاختيارات دي جباره. وعشان كده ربنا نزل سوره كامله اسمها الشورى، لان الاستشاره والاستخاره امان من الله سبحانه وتعالى في اختيارات حياتنا. فالنبي عليه الصلاه والسلام لم يكن عنده ايادي مرتعشه، كان عنده فاعليه وقوه في اتخاذ القرار عليه الصلاه والسلام. يعني مثلا خطوه زي خطوه جوله الصفا، اول جوله في الاسلام، الخطوه دي مفيش حد يقدر ياخدها، محدش يقدر ان يبقى ممنوع دعويا ويجي في اقوى مكان واشهر مكان في بلده ويطلع على الجبل، وكمان يشوف صخره كبيره فوق كمان الجبل ويطلع عليها ويقول يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني كعب بن لؤي. في ايه؟ الناس كلها طلعت تجري في ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام في قلب التجاره بتاعت اكبر تجار في العالم اللي هم كانوا بتوع مكه. مكه دي كانت اكبر ترانزيت في العالم كله للتجاره ما بين الاسواق العالميه بتاعت الروم والصين والحبشه والفرس. يعني مكه دي كانت مش حاجه بسيطه يا جماعه، والنبي جاي في قلب السوق التجاريه اللي هي جنب الكعبه على طول وطلع في ايه؟ انقذوا انفسكم من النار. نار؟ انت جماعه بتقول لنا نار؟ احنا بنحسب ان في مصيبه حصلت. ده يعني سبحان الله العظيم. كان دكتور احمد عبد المنعم له كلمه زمان جميله واحنا بنتدارس في الموقف ده،
على موقف ابو لهب لما بيقول له تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا. ابو لهب فعلا بيتكلم بجد. نار ايه اللي انت جمعنا عشانها؟ احنا بنحسب بهايم ضاعت ولا بنحسب هو ده تصور ابو لهب عن الحاجات اللي ليها قيمه. ما سوى ذلك انت بتضيع عمرك. انتوا يا شباب بتضيعوا عمركم. ايه اللي انت لابساه ده؟ انت بتضيع شبابك. ايه اللي انت بتعمله ده؟ طلب علم ايه وتربيه ايه وعباده ايه انت بتضيع شبابك. عشان كده بعد اصحاب الكهف ربنا سبحانه وتعالى قال ايه في سوره الكهف بعد قصه اصحاب الكهف على طول؟ ربنا قال ايه؟ ما اصحاب الكهف دول شباب في نظر الناس كلها ضيعوا شبابهم. شباب غني مطرف كان لابس ذهب اصلا وقلع الذهب. عشان كده ربنا قال بعدها في ايات الجنه بعد اصحاب الكهف يحلون فيها من اساور من ذهب لانهم في الدنيا قلعوا الذهب بتاعهم عشان هذه الرساله وهذه القضيه. فربنا بيعوضهم الاحسن في الجنه جزاء من جنس العمل. انما دول شباب سابوا الفلوس، لا اتجوزوا ولا خلفوا ولا كلوا ولا استمتعوا ولا عاشوا شقوا وماتوا في الاخر وعاشوا في جبل وماتوا في جبل. فبالنسبه للناس ضيعوا نفسهم. فربنا بعد قصه اصحاب الكهف بيقول ايه؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. هي ايه كلمه لا نضيع دي بعد قصه اصحاب الكهف؟ اصل بالنسبه للناس احنا بنضيع عمرنا. بالنسبه للناس انت بتضيع شبابك. انت بنت بتلبسي وتتمتعي وتعملي شعرك وتحطي ميك اب وتحطي برفان وتلبسي وتخلي الدنيا كلها ماشيه بتتفرج عليكي، والا تبقى ضيعتي شبابك. هم اللي بيضيعوا عمرهم. هم اللي هيندموا يوم القيامه. حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام يقول ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة. هيتقهر لما يشوف الجنة، هيتقهر على كل ساعة راحت من عمره من غير عبادة. فمش احنا اللي بنضيع عمرنا. ربنا قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وربنا بيقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن إيمانا. ما هو آمنوا لا عملا. طب وش معنى عملا؟ لأن التعبير الحقيقي عن إيمانك هو العمل. فربنا بيوجهنا ان احنا نبقى شخصيات عمليه. يا اخوانا الدين بتاعنا ده عظيم قوي. احنا لو مشينا ورا القران والسنه وسيره النبي عليه الصلاه والسلام هنبقى شخصيات ايجابيه، هيبقى عندنا روح مبادره، هنبقى قاده مجتمعيين، هنبقى شخصيات عندنا فاعليه واداره وقت واستثمار لكل ساعه في عمرنا، هنبقى صناع حياه، مش هنبقى بتوع كلام وخلاص. مش هنختار اي علاقات تدخل في حياتنا، هنختار شركاء النجاح. ودي من الدروس الجباره في السيره النبويه ان النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش بيصاحب اي حد. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصاحب شركاء النجاح، ما كانش بيشارك اي حد. النبي عليه الصلاه والسلام كان بيتاجر مع مين وكان بيشارك مين؟ كان بيشارك خديجه واحده من قاده مكه اصلا. كان بيشارك مين؟ مرحبا بالسائب ابن ابي السائب، مرحبا بشريكي كان لا يداري ولا يماري. شوف النبي اختاره في الشراكه في التجاره ليه؟ لا يداري يعني ما بيلفش ويدور، ولا يماري ما بيأجلش، راجل حاسم بياخد قرارات. النبي عليه الصلاة والسلام كان ناجح وكان بيصاحب الناجحين وكان نجم مجتمعي عليه الصلاة والسلام. احنا طالعين لمين؟ السلبيه اللي احنا فيها دي مين؟ احنا لو بندرس السيره بحق وحقيقي ودارسين شخصيه النبي عليه الصلاه والسلام ودارسين فعلا الاحاديث النبي عليه الصلاه والسلام ودارسين القران ودارسين الفاعليه والايجابيه وروح المبادره وتحمل المسؤوليه اللي كان عند الانبياء في الدين والدنيا والحياه الاجتماعيه، احنا كنا هنبقى حاجه تانية يا جماعه. محتاجين نفهم ديننا، مش عايزين نبقى زي النمله اللي حبت الجمل وقالت له هموت لو ما جيتش عشت معايا. مشي معاها لقاها بتقول له على الجحر بتاعها، فقال لها اما ان تتخذي بيتا يليق بمحبوبك او تتخذي محبوبا يليق ببيتك. احنا يا جماعه احنا بنحب الدين بس احنا مش على قد الدين، احنا صغيرين قوي، الاسلام اكبر مننا بكتير. طب احنا كده بنشوهه. طب الحل ايه؟ زي الملائكه ونقدس لك. انا لازم اطور نفسي عشان أليق بالإسلام. الحل إيه؟ فليرتقوا في الأسباب. لازم نرتقي، لازم ناخد بكل أسباب الارتقاء زي ما قال بعض المفسرين يعني على قول من الأقوال في هذه الآية. لازم يا إخوانا لازم ندرك إن إحنا لازم نبقى صناع حياة بحق وحقيقي. لازم نفهم ديننا، لازم نتربى. انتوا دلوقتي وانتوا داخلين البرنامج بتاعه يعلمكم، ايوه كده انتوا كده تخلع لكم القبعه، انتوا كده باذن الله ماشيين في طريق ان يبقى لكم مستقبل، لان انتوا بتاخدوا تربيه منهجيه وهتذاكروا وتمتحنوا ولازم تبقوا بيئه ايمان ولازم تدوروا على صحبه الهمه ولازم في حاجات كتير عايزين نعملها عشان نقدر نوصل لربنا سبحانه وتعالى. كنت بتكلم في نقطة ان من الدروس العملية من السيرة ان لا للأيادي المرتعشة، لا للأيادي المرتعشة. النبي عليه الصلاة والسلام خطوة جولة الصفا النبي فضل يدفع ثمنها طول مكة.
يعني النبي لما طلع على جولة الصفا وقال انقذوا انفسكم من النار، المشركين ما عدوهاش. المشركين دخلوا، حصل المرحله الجاهليه، قعدوا 3 سنين يعذبوا الصحابه، بعد كده الصحابه اضطروا يسافروا هجره الحبشه الاولى والثانيه، بعد كده دخلوا الرسول والصحابه في شعب ابي طالب، بعد كده عامل حزن، كل ده بسبب جوله الصفا، بسبب ان عايز تقول تدعو، روح ادعو في دار الارقم، خليك اقفل على نفسك، انما تنزل الشارع وتنزل للمجتمع وتكلم المجتمع عن الدين مش هنسمح لك، مش هنسمح لك. انتوا متخيلين يا جماعه؟ فانما النبي عليه الصلاه والسلام عارف ان دي مصلحه الدين، والخطوه دي لازم تتاخد. فمفيش ايادي مرتعشه. خطوه الهجره، رد فعل المشركين على خطوه الهجره من كتر ما اترعبوا منها، 5 سنين قتال بينهم وبين النبي عليه الصلاه والسلام لحد غزوه الاحزاب، لحد لما خلصت النبي قال اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. ابو سفيان كان مصمم ان كل سنه في شوال يقوم معركه مع النبي عليه الصلاه والسلام، عشان كده كل الغزوات شوال، الخندق في شوال، واحد في شوال، وحمراء الاسد طبعا في شوال، وبدر الثانيه في شوال. شوال يا جماعه ده يعني انا عايز اقول لك ان النبي عليه الصلاه والسلام دفع ثمن خطواته، ولكن هو كده مفيش نجاح ملوش ضريبه، مفيش حاجه هتعمليها، مفيش حاجه ملهاش ثمن. فانت لازم تدفع ثمن نجاحك، ولازم ما تبقاش ايديك مرتعشه. حتى بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام الفتوحات الاسلاميه ما كان لها رد فعل، الحروب الصليبيه ال7، حملات الصليبيه ال7، مفيش خطوه تاخدها لقدام وابليس مش هيبقى له رد فعل ضدك، والشياطين الانس والجن مش هيبقى فيها لها رد فعل ضدك، ولكن انت هتاخد الخطوه وهتثبت، لانك انت بتاخد خطوه وانت دارسها وعارف ان دي مصلحتك ومستقبلك، ومش هتبقى ايديك مرتعشه وانت بتطلع لقدام ابدا. من ضمن الدروس العمليه، يعني ممكن نختم بهذا الدرس بقى عن الدروس العمليه في السيره النبويه. قلت لكم السيره النبويه دي ممكن تغير حياتكم تماما تماما تماما. اعظم مدرسه من ضمن الدروس درس ضع نفسك في المكان الصحيح. يعني ايه؟ انت مش وحشه والله، انت ما لا انت كسوله ولا انت ضايعه، انت نظرتك لنفسك انك انسان وحش وانت محبط لانك انت حاسس انك كسول. انتوا مش وحشين يا جماعه، انتوا بس حاطين نفسكم في المكان الغلط. الجزرايه هقسمها نصين، نص هحطه في كوبايه ميه بملح هتبقى مخلل، ونص هحطه في كوبايه ميه بسكر هتبقى مربى. هي نفس الجزرايه، انت هو انت، بس انت حطيت نفسك فين. واحد ما قابلني من يومين في الشارع بيقول لي يا شيخ انا مش عارف اصلي، بقطع في الصلاه. قلت له طب رمضان اللي فات كان اخبارك ايه؟ قال لي كنت بصلي 100 100. قلت له عارف ليه؟ لان رمضان اصلا جو مشجع، فانت ما حطيت نفسك في جو مشجع انت الطاقه اللي جواك طلعت. يا ابني روح دور على صحبه همه، روح دور على ناس تشجعك وتطلعك لقدام. يبقى اذا ما تحطيش نفسك في جو مثبط وجو فشل وتقولي هو انا مش ناجحه ليه. طالب عايز يذاكر ويطلع من الاوائل ورايح مصاحب 3 4 طلبه فشله، فكل ما يجي يقول لهم انا رايح اذاكر يتريقوا عليه، يا عم كبر، يحبطوه، يدوا له رسائل سلبيه، عمره ما هينجح. لازم يحط نفسه وسط الناجحين عشان ينجح. عايز تنجح حط نفسك في اماكن التشجيع، شجع نفسك يا ابني. عايزه تنجحي حط نفسك في بيئات النجاح، صاحبي الاخوات الناجحات المنطلقات. يا جماعه اخطر عباده لازم يبقى عندنا اخلاص فيها هي عباده الصحبه الصالحه. على فكره احنا حتى في الصحبه الصالحه ما احناش مخلصين. عارفين ليه؟ عارفه ليه؟ لانك انت بتروحي تدوري على البنت المتدينه اللذيذه الظريفه اللي انت بترتاحي معاها. ممكن تكون لا هي صوامه ولا قوامه ولا مجتهده في العباده ولا مجتهده في طلب العلم ولا مجتهده في الدعوه ولا عندها بيئه ايمان ولا بتحفظ قران ولا بتتعلم تجويد ولا بتدخل معاهد منهجيه زي برنامج ويعلمكم او زي المعاهد الموجوده في موقع انه القران. مفيش اصلا، ما بتعملش حاجه، هي لذيذه وظريفه وخلاص. بسميها صحبه الهم. يعني ايه؟ في صحبه همه اللي هو انا بصاحب ناس عندها همه، ناس عمليه شغاله في الانطلاق الى الله، وفي صحبه هم يعني عندها هم دين بس هي ما عندهاش همه، عندها هم بلا همه، فدي هتضيعك. يبقى انت لازم تحطي نفسك في المكان الصح، لازم تحط نفسك في المكان الصح. نتعلمها منين؟ لما النبي عليه الصلاه والسلام كان هو والجيش راجعين فناموا قبل الفجر، راح عليهم كلهم الفجر، والنبي عليه الصلاه والسلام صحي بعد ما الشمس طلعت. فالنبي عليه الصلاه والسلام صح الجيش كله. اول كلمه قالها لهم ايه؟ يلا نصلي الصبح بسرعه. لا، اول كلمه تحولوا عن مكانكم الذي اصابتكم فيه الغفله. يا رسول الله ده احنا جيش، عما بس نشيل الخيم ونحطها على البعير واللي معاه مراته يصحيها ونتحرك ونروح مكان تاني. رسول الله دي فيها 3 ساعات. يا رسول الله عليه الصلاه والسلام احنا كده صاحيين 7 الصبح، كده هنصلي الصبح الساعه 7 10 ولا 11 اصلا قبل الظهر.
مش هنصلي هنا ليه؟ لان المكان ده مكان حصل فيه غفله، مش هتنجح فيه. انت احيانا بتبقى عامل زي العربيه اللي ماشيه في حاره ضيقه وعايزه تلف 180 درجه، مش هتعرف. انت يا ابني حاطط نفسك في ظروف غلط. يا ابني صاحب الناس المشجعه، صاحب الناس اللي تزقك لقدام، خليك مخلص في الصحبه، دور على الناس المجتهده حتى لو غلسه شويه في شخصيتها، حتى لو عندها بعض العيوب في طريقتها او شخصيتها، انما دول اللي يزقوك لقدام. انت في الكليه لما تكون عايز تطلع من الاوائل بتصاحب اللي بيذاكروا مجتهدين، ممكن يكون واحد منهم غلس بس معلش استحمل لان انا هطلع من الاوائل في الاخر. عايزين تبقوا من الاوائل في الدين، حطوا نفسكم في بيئات التشجيع. عشان كده احنا يعني في اخر 48 ساعه في رجب، وخلاص شهر التوبه، الشهر الحرام بيخلص، وداخلين على اخطر شهر في السنه، اللي فيه اخطر حدث في السنه اللي هو رفع الاعمال الى الله في شعبان. ده اخطر حدث في السنه كلها، اخطر من ليله القدر. لان ليله القدر رمضان اللي فات تترفع في شعبان، ده اهو سنه كامله بتترفع في شعبان، تقرير عنك كامل سنه بترفع الى الله، وتتقفل الصحيفه ولا تفتح الا يوم القيامه وانت داخله تعرضي على الله. لازم تاخدوا بالكم يا جماعه، لازم تاخدوا بالكم. طب شعبان وبعد شعبان رمضان والعشر الاواخر، الوقت بقى انا عايز اخرج من رمضان بايه؟ طبعا نرتبط بالقران ارتباط عظيم جميل جدا، ونقرا القران صح جميل جدا، بس انتوا عارفين اهم حاجه ايه؟ اخرجي بواقع، اخرجي بصحبه همه، ادخلوا في المبادرات والدورات اللي بتتعمل وتعرفوا على بعض وحطوا ايدكم في ايد بعض وانطلقوا لربنا يا جماعه مع واقع. يا ابني انت وحيد، مش هتقدر توصل لربنا وانت لوحدك. تحولوا عن مكانكم الذي اصابتكم فيه الغفله، حط نفسك في المكان الصح، ساعتها تقدر تعمل الصح. انما وانت لوحدك هتبقى عارف الصح ومش قادر تعمله. حاجات كتير جدا كان نفسي اقولها لكم في هذا اللقاء، ولكن الحمد لله يعني يكفي هذا القدر. طبعا كنا نتكلم عن فوائد قلبيه. النبي وهو بينام وبيقول ولا ينام قلبي، النبي وهو عايش مع جلال الله قبل النوم وهو بيموت وبيقول بل الرفيق الاعلى، عايش مع اسمين من اسماء الله الحسنى، اسم الله الرفيق واسم الله الاعلى. يعني سبحان الله، قلب النبي عند الموت، وقلب النبي عند النوم، وقلب النبي وهو في غار حراء وبيقول اسكت أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، قلبه عايش مع ربنا. قلب النبي في عز غزوة أحد وهو الصحابة مقتولين وبيقول لهم اصطفوا حتى أثني على ربي، وبيقول لطلحة لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة. لا النبي كان قلبه عايش مع ربنا عند النوم وعند الموت وعند النصر وعند الهزيمة وعند الخطر وعند الأمان، وهو بيجمع زوجته وبيقول لها ذريني أتعبد لربي. لا، النبي عليه السلام قلب عايش مع الله، وطبعا هو قلب صنعه القرآن. عايزين نجتهد في علاقتنا بالقرآن الأيام الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى. الله يوفقكم ويسددكم، ربنا يبارك في هذا البرنامج المبارك. أنا كان نفسي والله فعلا إن أنا لو في أسئلة أرد عليها، ولكن يعني ممكن اشوف سؤال مثلا منهم كده. المشكله ان احنا مش لاقيين الصحبه الصالحه. لا، الصحبه مش صعبه، انت روحي دوري على المكان اللي فيه الصحبه، دور على الصحبه. هتلاقيها في دور القران اللي فيها تحفيظ قران، هتلاقيها في مجالس التجويد، لا هتلاقيها في الدروس الايمانيه، هتلاقيها في اي بوت يتعلق باي معهد او برنامج على النت. هتلاقوا الصحبه في كل مكان يا جماعه، بس انتوا روحوا الاماكن اللي فيها الصحبه. هو اللي عايز يكلم بنت بيروح يقف في مكان شارع فيه سناتر دروس وبنات كتير ويبدا يلاغي دي ودي لحد ما واحده تبص له. هو اللي عايز صحبه صالحه كده هيروح الاماكن اللي فيها الصالحين هتلاقوهم في رمضان، في العشر الاواخر، في المسجد. خليه عندكم جرأة وتعرفوا اول ما تلاقوا باذن الله سبحانه وتعالى. عندي وقت فراغ ومش عارف اخدم الاسلام. زي ما قلت لك، اخدم الاسلام دي اسمها ايه؟ اسمها اعمل الصح. انت مش قادره تعملي الصح ليه؟ رغم انك عارفاه، لانك مش حاطه نفسك في المكان الصح. صاحبي ناس عندها همه. انا يا جماعه اول ما اتخرجت من الكليه مشيت مع اخوه التبليغ والدعوه، فرقوا معايا. حضرت طبعا دروس لمشايخنا، وسافرت للشيخ محمد يعقوب وقعدت في المسجد بتاعه. هناك في المسجد اتعرفت على الشيخ هاني حلمي واتعرفت على الشيخ امين الانصاري. يا جماعه ما هو انا هروح المكان الصح، هلاقي الصحبه الصح اللي تاخد بايدي في الاعمال الصح. انما افضل يعني سلبي مش هوصل لحاجه. يا شيخ انا دخلت الاختبار ولم اوفق في معهد المراحل السبعه، وايه يعني؟ زعلانه ليه او زعلان ليه؟ الفشل هو احد مكونات الخلطه السريه للنجاح. مش هتنجحوا غير لما تفشلوا كتير.
قوم قوم وشوف اللي بعده، انطلق، ما تقفش ابدا. الله يفرج كربكم جميعا يا رب. ازاي نوازن بين العباده والدراسه؟ هتقدروا توازنوا بين العباده والدراسه. وانا في عز الدعوه الى الله بفضل ومنه الله خدت ماجستير امراض الكلى، وطلعت الاول على كل اللي كانوا داخلين معايا في حوالي 48 امتحان فضل ومنه الله في فيرست الماستر، وفضل ومنه الله. وعملت سلاسل في الفتره دي، واشتغلت في الدعوه، وبنينا بيئه ايمان فضل ومنه الله. طب ازاي بقى؟ اصل انتوا شخصيات ربنا مديكم همه. لا والله يا جماعه، يا جماعه شويه جديه يا اخوانا. اليوم 24 ساعه، ديروا وقتكم، ديروا وقتكم شويه. انما شيل من يومك بس الساعتين اللي على الفيس، والساعتين اللي على الواتس، والساعتين اللي مش عارف ايه، والنص ساعه اللي بعد كل صلاه في الجامع وانت واقف مع الناس مش عارف انت بتعمل ايه اصلا. ديروا وقتكم شويه، حافظوا على وقتكم شويه. زائد برضه حطوا نفسكم في المكان الصح، صاحبوا صحبه الهمه، هتلاقوا ربنا بيرفعكم لقدام. يا اخوانا صحبه الهمه عامله زي طياره واحد راكبها ونام، فصحي والطياره نازله في المطار بتاع الدوله الثانيه، قطعت الاف الكيلومترات. قال لهم يا جماعه ازاي ده؟ انا كنت نايم، ازاي قطعنا كل ده؟ قالوا له لانك راكب طياره. فانت اركبي طياره الصحبه الصالحه، اركب طياره صحبه الهمه، واصبر نفسك مع مين؟ اصبر نفسك مع اللي لابسا قبل؟ لا. مع اللي ملتحي؟ لا. اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ناس ليل نهار مشغوله بالله بشكل عملي. هم دي صحبة الهمة. صاحبوا الناس العمليين الإيجابيين اللي عندهم تحمل مسؤولية، اللي عندهم فاعلية وروح مبادرة، اللي عندهم قوة في الإقبال على الله واستعداد للتضحية بأي شيء يعطلهم عن الله، الموصولين بالمشايخ. روحوا شوفوا المربين فين، روحي شوفي المربيات فين، ادخلوا المبادرات المنهجية والمعاهد التربوية. يا جماعة والله العظيم الطريق موجود ومفروش، احنا اللي سلبيين. يعني عايزين شويه اجتهاد يا جماعه لوجه الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. عايز اربي ولادي في بيئه ايمانيه ومش عارف ابدا ازاي. ما هو انت وابوهم البيئه الايمانيه دي. لازم تدي وقت لاولادك، لازم تدي وقت لاولادك، وما فيش بديل. ادوا وقت واعملوا لهم بيئه، ربنا ان شاء الله هيفتح وهيجبر خاطركم باذن الله. احنا اجتمعنا انا وزمايلي في الدراسه في اكاديميه زاد، ودلوقتي بنسمع لها انتقادات. لا ما تسمعش الانتقادات يا حبيبي. انتقادات ايه حبيب قلبي؟ يلا انطلق في المبادرات المنهجيه، ودي بتاعت مشايخ افاضل ومنهجيتها عاليه جدا. الله يوفقكم جميعا ويسددكم جميعا. نفسي والله اكمل معاكم وفرحان جدا باللقاء ده، ولكن انا يعني عندي عمل دعوي تاني الان. ربنا يوفقنا فيه، ادعوا لي كده ربنا يوفقني فيه ويسددني فيه يا رب. عمل دعوي يتعلق بشباب كتير قوي وبنات كتير قوي مش ملتزمين اصلا ومش محجبات اصلا، فادعوا لي كده بالتوفيق يا رب باذن الله سبحانه وتعالى. الله يوفقكم جميعا، الله ينجحكم جميعا، الله يبارك في مسعاكم، الله يستعملكم ولا يستبدل بكم، الله يخرج منكم دعاة وداعيات ومربين ومربيات وعباد وعابدات. الله يوفقكم ويسدد خطاكم وينفع بيكم، ويبارك في دكتور احمد عبد المنعم، ويبارك في موقع انه القرآن، ويبارك في كل القائمين على المبادرات التربويه والبرامج المنهجيه. الله يستعملنا ولا يستبدل بنا، الله يستعملنا ولا يستبدل بنا. الله يبارك لنا فيما بقي من رجب، ويبارك لنا في شعبان ورمضان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.